واللي جاي أخطر من اللي كتصور. دولة بحال الأمريكان توصل لمرحلة تفكر تستعمل أخطر سلاح في التاريخ، قنبلة نووية. واش القرار جاء فجأة ولا كانت نتيجة سلسلة طويلة من الأحداث والضغوطات؟ خليك معايا حيث القصة فيها تفاصيل عميقة وغادي تفهم الأسباب الحقيقية اللي خلتهم يوصلوا لهذه النقطة. السلام عليكم، خلينا نشوف الأسباب. رجع معايا شوية اللور. لبداية الحرب العالمية الثانية العالم كان مقسوم بين القوة الكبيرة، ألمانيا النازية بقيادة هتلر واليابان الإمبراطورية بقيادة الإمبراطور هيروهيتو من جهة أخرى. الحلفاء اللي فيهم بريطانيا وبعدها أمريكان والاتحاد السوفيتي. أمريكان في البداية ما دخلتش مباشرة في الحرب، ولكن كل شيء تبدل نهار 7 دجنبر 1941 ملي اليابان دارت هجوم مفاجئ على القاعدة العسكرية الأمريكية بيرل هاربر اللي كاينة في هاواي. واللي جاي أكثر من اللي كتصور. كان هذا الهجوم هذا صدمة كبيرة بزاف، طائرات تدمرت، سفن غرقات، آلاف الجنود ماتوا في ساعات قليلة. وهنا أمريكان ما بقاش عندها خيار غير تدخل الحرب رسميا. والرئيس في ذاك الوقت فرانكلين روزفلت خرج بخطاب مشهور وقال باللي هذا النهار غادي يبقى يوم عار. من ديك اللحظة ولات الحرب بين أمريكان واليابان حرب مفتوحة وقاصحة بزاف، خصوصا في المحيط الهادئ. دابا غنوصلوا لأول سبب رئيسي خلى أمريكان تفكر في حل نهائي وسريع. السبب الأول هو شراسة المعارك مع اليابان. المعارك ما كانتش سهلة نهائيا، اليابانيين كانوا كيقاتلوا بطريقة ما تتخيلش. مثلا في معركة باتل اوف ايوا جيما أمريكان خسرت آلاف الجنود باش غير تاخد جزيرة صغيرة، واليابانيين تقريبا قاتلوا حتى آخر جندي. ومعركة أخرى خطيرة بزاف باتل اوف اوكيناوا، القتال دام شهور طويلة وكانت من أعنف المعارك في التاريخ. أكثر من 100,000 ياباني ماتوا وعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين وحتى المدنيين دخلوا في الحرب. واللي جاي أخطر من اللي كتصور. حتى المدنيين اليابانيين كانوا كيدخلوا في القتال، نساء وأطفال، بعض المرات كيستعملوا أسلحة بسيطة ولكن كيقاتلوا حتى الآخر رمق. هنا الأمريكانيين فهموا باللي إلا دخلت لليابان نفسها غادي يكون جحيم حقيقي. وهنا كيجي السبب الثاني، الخوف من الغزو البري لليابان. أمريكان دارت خطة سميتها عملية داون فول. هذه الخطة هذه كانت غادي تكون أكبر عملية غزو في التاريخ. الهدف هو دخول اليابان مباشرة، ولكن ملي داروا الحسابات خرجوا بنتائج صادمة. قالوا ممكن نخسروا ما بين 500,000 حتى المليون جندي أمريكي وملايين من اليابانيين، حيث الشعب كامل كان مستعد يموت وما يستسلمش. الرئيس الأمريكي الجديد في ذاك الوقت من بعد وفاة روزفلت كان هو هاريس ترومان، وكان خاصو ياخذ قرار صعيب بزاف، واش يخاطر بهذا العدد الكبير ديال الأرواح ولا يقلب على حل آخر. وهنا كيجي السبب الثالث، بأن رفض اليابان للاستسلام. رغم القصف المستمر والحصار، اليابان بقت رافضة الاستسلام بلا شروط. أمريكان كانت باغية الاستسلام كامل، ولكن اليابان كانت باغية تحتفظ ببعض الشروط، خصوصا بقاء الإمبراطور. وكانت كاينة محاولات للتفاوض ولكن ما وصلوش للاتفاق. وفي نفس الوقت أمريكان كانت كتدمر المدن اليابانية بالقصف التقليدي بحال اللي وقع في طوكيو في مارس 1945. في قصف واحد مات فيه أكثر من 100,000 شخص، ولكن حتى هذا الشيء ما خلاهمش يستسلموا. وهنا كيجي السبب الرابع، السباق مع ألمانيا والاتحاد السوفيتي. في البداية أمريكان ما كانش بوحدها اللي كتفكر في السلاح النووي، حتى ألمانيا النازية كانت كتخدم عليه. وهنا بدا مشروع سري خطير بزاف ديال الولايات المتحدة الأمريكية، مانهاتن بروجيكت، اللي جاي أخطر من اللي كتصور.
العلماء كانوا خدامين ليل ونهار باش يصنعوا قنبلة قبل ما يوصل لها هتلر، حيت إلا وصل لها قبل غادي تكون كارثة كبيرة. ومن بعد سقوط ألمانيا بقى التنافس مع الاتحاد السوفيتي. أمريكان كانت باغية تبين باللي هي القوة الأولى في العالم، وهنا القنبلة ولات ماشي غير سلاح ضد اليابان ولكن حتى ورقة قوة سياسية. وهنا كيجي السبب الخامس، إثبات القوة العسكرية والتفوق. أمريكان صرفت مليارات الدولارات على المشروع النووي وكان خاصها تبين النتيجة ديالو قدام العالم كامل، وكان كاين تفكير بالاستعمال القنبلة غادي يخلي أي دولة تفكر 1000 مرة قبل ما تواجه أمريكان في المستقبل. يعني القنبلة ما كانتش غير باش تسالي الحرب ولكن حتى باش تبدأ مرحلة جديدة ديال الهيمنة. ولكن رغم هذه الأسباب كلها قرار ما كانش سهل، حتى داخل أمريكان كان نقاش كبير. بعض العلماء كانوا ضد استعمال القنبلة وبعض المسؤولين كانوا مترددين، ولكن الأحداث كانت كتصارع والضغط كان كبير وقرار تاريخي كان قريب يتاخد. دابا خليك مركز معايا حيت هنا القصة غتبدا كتسخن بزاف والقرارات كتولي أخطر من أي وقت فات. أمريكان ما كانتش غير كتفكر في القنبلة كفكرة، كانت دازت لمرحلة تنفيذ التجربة الأولى، دارت بالفعل ونجحات وولات القنبلة حقيقة ماشي خيال. واللي جاي أخطر من اللي كتصور. نهار 16 يوليوز 1945 دارت أول تجربة نووية في التاريخ في صحراء نيو مكسيكو، تجربة سميتها ترينيتي تيست. الانفجار كان مرعب، الضوء شعل السماء، حرارة خيالية، حتى العلماء نفسهم تصدموا من القوة اللي شافوا. من ديك اللحظة القرار ولا واقعي، واش نستعملوا هذا السلاح ولا نخليوه غير تجربة. وفي نفس الوقت كان واحد الحدث مهم بزاف وقع بعيد على ساحة الحرب ولكن أثر على القرار بشكل كبير، وهو مؤتمر بوتسدام كونفرنس، فين اجتمعوا القادة الكبار ديال الحلفاء من بينهم الرئيس الأمريكي هاريس ترومان، وناقشوا مستقبل العالم من بعد الحرب. وفي هذا المؤتمر أمريكا أعطت إنذار أخير لليابان سموه إعلان بوتسدام. قالوا فيه خاص اليابان تسلم بلا شروط وإلا غادي تواجه دمار سريع وكامل. ولكن اليابان ما جاوباتش بشكل مباشر وواضح، وبعض القادة ديالها اختاروا تجاهلوا الإنذار. واللي جاي أخطر من اللي كتصور. هذا الصمت هذا كان عنده تأثير كبير حيث أمريكان فسرته على أنه رفض. وهنا كيجي سبب آخر مهم بزاف، الضغط العسكري والوقت. الحرب طالت بزاف ديال الجنود والميزانية كتضيع، وأمريكان كانت باغية تسالي الحرب قبل من الاتحاد السوفيتي يدخل بقوة في اليابان، حيث روسيا كانت واجدة تدخل الحرب ضد اليابان. وهذا الشيء كان كيخوف أمريكان، حيث إلا دخلت روسيا وغلبت جزء من اليابان ممكن يتقسموا النفوذ بحال اللي وقع ألمانيا. يعني أمريكان كانت باغية تحسم الحرب بوحدها وبسرعة. وهناك يجي واحد السبب اللي قليل اللي كيهضر عليه، اختيار الهدف. أمريكان ما ضربتش عشوائي، كان اختيار المدن مدروس بعناية كبيرة. اختاروا مدن بحال هيروشيما وناكاساكي حيث ما كانوش تدمروا بزاف من قبل وكان فيهم أهمية عسكرية وصناعية. واللي جاي اكثر من اللي كتصور، كانوا باغيين يشوفوا التأثير الحقيقي ديال القنبلة على مدينة كاملة. وهنا كيبان بلي القرار كان مخطط له بدقة، ماشي غير لحظة غضب ولا قرار مفاجئ. ومن جهة أخرى داخل مشروع مانهاتن بعض العلماء بداو كيحسوا بالخطر وطالبوا ما تستعملش القنبلة مباشرة على الناس، واقترحوا تجربة قدام العالم باش اليابان تشوف القوة وتستسلم بلا ما يكون قتل جماعي. ولكن هذه الفكرة ما تقبلتش حيث القادة العسكريين قالوا ممكن اليابان ما تتأثرش والتجربة تفشل ويضيع التأثير. وهنا كنقربوا للحظة الحاسمة. الرئيس الأمريكي هاريس ترومان كان خاصو ياخذ القرار النهائي، وكان قدامه هاد الخيارات هذه، يا إما غزو لليابان وخسائر كبيرة، يا إما استمرار القصف التقليدي وحرب طويلة، يا إما استعمال القنبلة النووية وانهاء الحرب بسرعة. وفي الأخير اختار الحل الثالث،
واللي جاي اخطر من اللي كتصور. القرار كان مبني على جميع هاد الاسباب اللي شفنا: الشراسه ديال اليابان، الخسائر المتوقعه، السباق مع روسيا، واثبات القوه. ومن بعد هاد القرار بدات استعدادات نهائيه: اختيار طيارين، تجهيز طائرات، تحديد التوقيت، كل شيء كان واجد. والعالم كامل ما كانش عارف باللي ايام قليله فقط والبشريه غادي تدخل العصر الجديد، عصر الرعب النووي. قرار واحد ولكن تأثيره بقى حتى اليوم.